تستاهلها يا شيخ مدحت. اقول هو الكوفي الشب اللي هنا لك؟ اي والله ملك حلالي جلالي، وكل المشاريع في ذا الديره تراها لي، مثلي مثل الراجع في الرياض. ها قسم انك ثور الله في برسيمه. افا عندك مشروع اقتصادي بسم الله ما شاء الله يتعدى مساحته 3.5 في 3.5 على شيء على مستوى المملكه، 3.5 متر في 3.5 متر، وتخلي الناس يشربون القهوه اللي عندك هذه؟ وش قصدك؟ قصدي امنعه من القهوه هذه وياخذون الدلال ويعبوه من عندك من الكوفي شوب. أب يعني قصدك اني انا اخليهم يشربون من الكافي شوب ما عاد يشربون قهوه هنيه؟ ايوه هنا شوف لا يصير عندك توازن في الاقتصاد، لانك اذا اخذت هذا التوازن الاقتصادي يا الله يصلحك. بس شهد بالله انك داهيه، قيتها من الجزء الاول انك داهيه. الله يسلمك. لكن حلها عندي وانا ابو هندي. وش حلها يا شيخ ملاحي؟ ثبت علميا يا جماعه الخير ان القهوه تعتبر ماده منبهه مثلها مثل الكوكايين والحشيش والمخدرات، وهذه انا محبها تحصل بين ربعي وهلي، فاهمين ولا لا؟ والقهوه دي طال عمرك تعتبر ماده مخدره مثلها مثل اللي شاب من البتكس.